يا مساء الفل على احلى جماهير في الدنيا، يا رب يكون الجميع بخير وفي احسن حال. طبعا ناس كتير كانت فاكره بقى ان انا هنزل فيديو امبارح واقعد اتكلم بقى عن السوبر وجمال السوبر وانه اجمل سوبر شفناه في حياتنا زي ما قال الكابتن مدحت شلبي، وان التنظيم حاجه روعه، وان التحكيم المصري مفيش اخوه. التحكيم المصري ايوه. بس طبعا انا عمري ما شارك في تمثيليه زي دي، وحتى انا نفسي ما كنتش عايز اتكلم في الموضوع ولا اخش في اي تفاصيل، ولا كنت عايز اتكلم ان الاهلي نفسه كان عايز يشتكي اتحاد الكوره، والاهلي برضه كان عايز ينسحب من الدوري السنه اللي فاتت، والسنه دي قال لك لو كهربا ما لعبش انا مش هلعب، ولا بيراميدز اللي كان لسه بيلم هدومه من يومين وعايز يسيب مصر كلها ويمشي اول ما اتصلوا بيه قال لهم يلا انا جاهز، ولا حتى بعد الماتش اللي قاعد يشتكي ويقول لك انا كنت عارف ان الزمالك صح. انا مش عايز اتكلم في اي حاجه من دي خالص. اللي جاي اتكلم فيه النهارده هم حاجتين اتنين هقولهم وهمشي. اول حاجه، ليه لما الزمالك فكر ان هو يعتذر عن كاس السوبر ويحاول ياخد حقه من اتحاد الكوره زي ما هم شايفين، ليه اكتر حد بقى بيدافع عن اتحاد الكوره هم الاهلاويه؟ طب انت ايه دخلك؟ ما انت نفسك كنت بتشتكي، انت نفسك كنت شايف ان الموضوع ما فيهوش شيء من العدل. ليه لما الزمالك قرر يعمل كده بقيت اكتر ناس بتدافع عن اتحاد الكوره هم الاهلاويه؟ كل ما اتكلم مع اي حد يقول لك انتوا بتنسحبوا ليه؟ انتوا اعتذرتوا ليه؟ لا انتوا مالكوش حقوق، لا مش عارف ايه. امال مين اللي له حقوق؟ حتى الاعلام تحس ان هو عايز يوصل لك بكل الصور ان اللي انت بتعمله ده غلط ومالوش لازمه. طب ليه؟ فاعتقد ان مش من الصح ان الاهلاويه هم اللي يدافعوا عن اتحاد الكوره وهم نفسهم كانوا بيشتكوا. وبعدين اصلا حتى لو انت متسبب في الموضوع، بس نادي الزمالك ما بيشتكيش النادي الاهلي، نادي الزمالك بيشتكي اتحاد الكوره، فانت مالكش علاقه، مالكش دخل. زي ما انت كنت بتدور على حقوقك وكنت بتدافع على حقوقك وده من حقك تماما، زي برضه ما هو من حق الزمالك ان هو يدور على حقوقه. فالاهلاويه ما لهمش دخل بالقصه، الموضوع كله الزمالك مع اتحاد الكوره. نيجي بقى للحاجه الثانيه ودي الاهم بالنسبه لي. نادي الزمالك اعتذر عن كاس السوبر وانه مش هيلعب كاس السوبر عشان ليه حقوق وهو بيحاول يحافظ عليها، وده قرار تاريخي، والقرار ده يمكن القرار الوحيد عبر التاريخ اللي كل ما هو زمالك بيدافع عنه وكل ما هو زمالك اجمع عليه، فقرار تاريخي. لكن القرار ده هيبقى تاريخي فعلا لو كملنا، ما يبقاش انت بتعتذر عن كاس السوبر وخلاص والموضوع خلص لحد كده، لا، وتروح تشارك بقى في الدوري وتروح تشارك في الكاس وكانك يا ابو زيت ما غزيت، يبقى ملهاش لازمه. يبقى انت النهارده كده كنت بتعمل لقطه وخلاص، لا، كمل وخد حقوقك وشوف انت هتعمل ايه ووصل الموضوع لابعد الحدود، ده حقك ولازم تاخده. وزي ما انت شايفه حاجه واضحه للجميع ان كل الناس في ظهركم، فكمل وخد حقك لابعد الحدود. عشان بصراحه موضوع ان احمد حسام ميدو يطلع يقول ان هو معين محامي من جيبه الخاص دي حاجه ما تطمنش. يعني نادي الزمالك مستني احمد حسام ميدو يعين حد من جيبه الخاص؟ طب ليه؟ لو انت ليك حق كمل وراه، يا الا ما كانش يبقى ليها لازمه من البدايه. سلام.